السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن حلقة مخصوصة للأطفال والكبار وبالأخص الأطفال، وهي الأفلام الكرتون. ليه الأطفال بتحب أفلام الكرتون؟ دي عامة كده كل الأطفال بتحب أفلام الكرتون، وبرضه بعض الكبار كتير بيحبوا أفلام الكرتون. ما لقيتش طفل كده صغير عمره ما اتفرجش على الكرتون من سن سنة مثلا، مش عاوز أقول لك وأنت للأساس لغاية مثلا 13. من 13 دول بالأخص يعني مقربين إلى الكرتون، ودايما الأطفال تلاقيهم متنحين كده قاعدين باصين، ما تندى عليه يا ابني هات حاجة هات حاجة، ينسى الزمن وهو قاعد قدام الكرتون. وعلى فكرة أنا ولادي برضو من ضمن كده يعني، وتلاقي أكبر نسبة ممكن يبقى قاعد قدام التلفزيون 5-6 ساعات مش في دماغه قاعد قدام الكرتون، ولا بيمل ولا بيزهق ولا بأي حاجة. فبصراحة يعني من الحلقات اللي خلتني انتبه، طب ليه انا ما اعملش حلقه عن الكرتون، اشوف ايه الكرتون ده. انا واحد بحب الكرتون، انا واحد عن نفسي انا بحب الكرتون. فليه الاطفال بيحبوا الكرتون؟ ليه الاطفال تلاقيه قاعد متنح ما بيزهقش ما بيملش؟ لو يعني ما بيزهقش منه. لو اتفرج على الحلقه جت امبارح اتفرج عليها النهارده، اتفرج عليها مرتين ثلاثه ورا بعض وما يزهقش 100 مره، وتلاقيه بيضحك ويهزر وفرحان بيها هي. لو اتفرج عليها والله الصبح ورجع اتفرج عليها اخر النهار ما يملش برضه، ويبقى هو ما يفهمش لكنه بيتفرج عليها لأول مرة. طب لو بصينا كده ليه الأطفال بتحب الكرتون؟ ليه الأطفال مهتمية بالكرتون؟ يعني كده أول حاجة لما الباحثين والعلماء والدكاترة والأخصائيين بدأ يعرفوا ليه الأطفال متجهة بالذات قدام الكرتون أو الشيء ده بيشدوهم عن أغاني، عن أي حاجة، عن أفلام، عن أي شيء. قال لك أول حاجة إن الأطفال بيحب الكرتون بسبب الألوان والحركة والمؤثرات الصوتية. يعني إيه ألوان بقى؟ يعني الفيلم كرتون مثلا، يعني المشهد الواحد فيه 30-40 لون، 20-30 لون، فيشد انتباه الطفل مع الحركة. زي أفلام الكرتون توم وجيري، مش عارف مين كرتون أيا كانت الحركة، انتباه جري، حركة فوق، الضحك، المؤثرات الصوتية، الصوت ده كل ده بيحرك أذهان الطفل وعقله ينتقل للحاجات دي. طبعا هي حاجات مفيدة ما اقدرش أقول غير كده. فده يعتبر شيء أساسي، أو يعني إيه اللي بيخلي الطفل يركز عقله وانتباهه تماما على الألوان والحركة والمؤثرات الصوتية. ده اللي بيخليه قاعد كده مبلم متنح قدام الكرتون. طبعا ومضمون القصة، طبعا مضمون القصة يشد الأطفال. أنا يعني أنت عارف لو قصة حلوة والطفل، أو قصة دينية وداخلة في الكرتون، أو قصة أو بيعلموا تعليم أكل، بيعلموا يقول بسم الله، مش عارف بيعلموا يروح فين، بيعلموا يجي منين، بيروح المدرسة إزاي، بيلبس، بيتشطف، بيخرج. فالطفل ملم بالحاجات دي. صدقوني الكرتون بيساعد على نمو شخصية الطفل بطريقة كبيرة جدا. فيعني إيه دي من الحاجات اللي بيركز عليها دايما الأطفال في الكرتون ده. طب وتلاقيه بيضحك وفرحان على الضحك، يعني ايه مع الحركة والكلام ده، وبعيد يعني تلاقي الطفل مركز مش في دماغه. والله تلاقيه قاعد كده متنح، مش في دماغه مذاكرة، مش في دماغه يعمل أي شيء. وبالنسبة لكتير أوي من الأطفال بيعتبروا الكرتون ده هدف أو فايدة ليهم في الحياة، يتعلم منه جيدا من الكرتون. يعني على سبيل المثال مثلا لو في كرتون بيتكلم باللغة العربية الفصحى، مش اللغة بتاعتنا ايه يا عم ايه وهي والحكاية، لا هو عربية، الذي ذهب وجاء من، وهكذا. تلاقي الأطفال ساعات بيقعد يردد هذه الكلمات. يعني الكرتون ده مفيد حتى في موضوع كلغة عربية. بيتناول معاك قصة، تلاقي الطفل بيتحول. ما برضه مش هضحك عليك، برضه في أفلام كرتون بتهدف إلى العنف وترمز إلى أشياء كثيرة، بس دي في مجتمعنا مش موجودة كتير. احنا أطفالنا كلهم متعودين على الأفلام العادية. طبعا لو زي إيه مثلا، لو جينا بصينا لأحب الأفلام للأطفال، طبعا من واحد كرتون توم وجيري ده بالنسبة للأطفال. بعدين بيجي بقى حاجات كتير، يعني بوب الأسفنجي جامبل وكرتون، او اي عامة. بص اي كرتون ان شاء الله يا رب، لو كرتون اتنين واقفين ما بيتكلموش بس بيروحوا ويجروا وكده، ده تحس بيعمل مؤثرات عند الطفل يخليه منتبه ليه كده. فدوت من الحاجات قوي اللي بشد انتباه الطفل. وانا ارجو ان الكرتون سيبوا الاطفال تتفرج على الكرتون. هو انا ساعات عندي برضه بيقعدوا يتفرجوا وقعد ازهق منه، اقول له قوم يا عم سيب يا عم،
بس ما هو برضه لكنه زي إحنا بنقعد نتفرج على الماتش ونتفرج على مش عارف على إيه، بس مش بكثرة برضه يعني للحق يتقال يعني. ده الجزء الأول مثلًا بالنسبة لي في الكلام في الموضوع ده. في موضوع تاني بقى برضه متعلق بيه، اللي هو ليه الأطفال بيحبوا الكرتون؟ هو في أطفال بيحبوا الكرتون؟ أيوه يا عم، أنا واحد من الناس باحب الكرتون، وأعرف ناس كتير بيحبوا الكرتون. قرايبي لمّا بييجوا عندنا مثلًا كده وفي كرتون شغال والعيال موجودين، تلاقيهم يقعدوا يبصوا وساعات هوب يضحكوا، وهكذا مش في بيت أنا في بيت ده وفي بيت ده وبيت ده. طب ليه الأطفال؟ كان في دراسة اتعملت من فترة كده عن ليه الأطفال بتتجه للفرجة لأفلام الكرتون مع عيالها أو لوحديها والله لو بيقلب على قناة وعمّته ولقى الكرتون كده يقعد يتفرج. أثبتت الدراسات إن كل 70 من 100 بيحبون الكرتون، أو من كل 7 10 بيحبوا الكرتون. طب إيه يا عم أنت ليه الرجالة بتحب الكرتون عامةً أو الكبار بيحبوا الكرتون؟ ما هو الكبار كستات ورجالة. أول حاجة بيقول لك الرغبة في الضحك، لما عملوا دراسات قال لك الرغبة في الضحك والخروج من ضغوطات الحياة اليومية والظروف والمعيشة والدنيا والحاجة غليت ورحنا وجبنا وما لقيناش، بيقول لك يحب بيطلع من همه ما بيتفرجش على فيلم بيزود من مؤثراته وتعصب عنده، فيلم بيتكلم عن الحياة عن المشاكل عن الدنيا، الضحك وحركة زيه زي الطفل. تاني حاجة لقوها برضو استعادة الذاكرة. يعني ايه استعادة الذاكرة؟ اللي هو بيفتكر أيام زمان، أيام طفولته، ده أنا كنت بتفرج على ده وأنا صغير، ده كان بيعمل، ده أنا لسه فاكره. وبيبعدوا عن الواقع والمشاكل ويرجعوا الأيام الصبا، أيام اللي هي ما كانش فيها مسؤولية، الأيام اللي ما كانش فيها أي حاجة. فدي برضو من الأسباب المهمة. طب تالت سبب معانا اللي هو الاسترخاء وهدوء الأعصاب. يعني إيه الاسترخاء وهدوء الأعصاب؟ حركة كرتون مفهوش ضغط، قاعد حركة كلمة توم وجيري مثلا أو أي كرتون عمل حركة ضرب ومش عارف عامل إيه فيضحك فيسترخى أعصابه تهدى. ما كل ده مجمله كله لو لخصناه هدوء الأعصاب، وبعدا عن المشاكل النفسية والضغوطات اليومية اللي بتقابل الكبار في حياتهم اليومية. فده برضو من السبب. أهم حاجة السبب الرابع والأخير اللي هي التسلية مع الأطفال. يعني إيه التسلية مع الأطفال؟ أنت ابنك قاعد بيتفرج يا عم مفيش مشاكل، اقعد معاه وأحاوره وأقول له إيه ده، طب ده عمل إيه، ده سوى إيه، ده إيه، وهو يضحك وأنت تضحك وهكذا وتستمر الحياة. فهي التسلية مع الأطفال والاهتمام بالكرتون عشان خاطر طفلك، يعني أنت فاهم، حتى أنت لو مش متقبله أو مش عاوز يعني إيه تبقى يعني تتفرج عليه طفلك قاعد منتبه ليه بيضحك، تقرب ليه من الحتة دي. يعني أثبتت الدراسات أنت ممكن تقرب لابنك وتبقى حنون ليه وهو حنون ليه من الحتة دي. إيه ده عن طب ما تسيبه عند بطوط، ده مش عارف إيه ده، إيه ده يا عم ده كلب، ده إيه ده في الفيلم ده بيعمل ده بيسوي ده إيه. تبدأ من هنا أنت تاخد وتدي معاه في الكلام. فده بس هما كأربع أسباب. لا الأربع أسباب أو الدراسات اللي اتعملت عليهم، لا الكبار من أشد معجبين الأفلام الكرتون. فمجمل الحلقة الأفلام الكرتون تسعد الكبار والصغار. ما اقدرش أقول الكبير قبل الصغير أو الصغير قبل الكبير. فده شيء جميل للأطفال، ويا ريت أكون أفدتكم في الفيديو دوت. وده يكون كل ما لدي في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.